المصري دم خفيف ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محبوسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. لو سمحت يعني ممكن اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ممكن نصور مع بعض؟ طبعا. الاسم ايه؟ كابتن خالد. انا كابتن خالد، مدرب العاب قوه وبودي جارد او حراسات خاصه زي ما بيقولوا. حضرتك بودي جارد؟ ان شاء الله. يعني بودي جارد جامد يعني؟ لا بودي جارد مش جامد. ما شاء الله عليك. يعني حضرتك بتنق شكلك كده. لا اهلا وسهلا. كنت عايز اعرف يعني حضرتك من بودي جارد، يعني بلطجي بقى مش كده؟ ليه طيب انت بتسميها ليه بلطجي يعني؟ بلطجي، ما هو بودي جارد مش يقصدوا كده ولا ايه؟ لا هو البلطجي دي حاجة تانية، والجارد ده إنسان رياضي، إنسان مثقف، إنسان متحضر، إنسان عالم بالدنيا بظروف الحياة. أما البلطجي ده إنسان صايع فاشل. يعني أنت حضرتك ما بتعتديش على الناس يعني؟ لا طبعا، إحنا كل مهمتنا إن إحنا بنأمن رجال الأعمال، المواطنين الصالحين، ولما تلاقي مشكله ما في الناس بنحلها بقدر الامكان. يعني بتبقى مع الضعيف ولا مع الضعيف؟ اكيد مع الضعيف طبعا. تلاقيك انت مع الضعيف والله. ان شاء الله. انت من الناس اللي جامدين. حضرتك بتنق شكلك. انت من الناس اللي جامدين لعلمك. والله شكلك بتنق. لا اصل انا معجب بجد، انا كنت كده والله. انا كنت عندي جامد جدا يعني. وبعدين اللي حصل؟ اللي حصل ان انا يعني اتكعبلت في سلك كهرباء فطلعت عريان. والله العظيم. قصدي طلعت اتكعبلت في سلك كهرباء عريان فطلعت كده. والحمد لله ما طلعتش عريان. كده زي الفل. كده ما طلعتش عريان. قول نهضة استنهضناها ونهضة ما استنهضناهاش، بص بصراحة. نهضة استنهضناها ونهضة ما استنهضناهاش. ايه؟ مش قادر اجمع زيك. قول نهضة بس ايه عشان الدنيا. نهضة استنهضناها. لا نهضة استنهضناها ونهضة ما استنهضناهاش. قول نهضة استنهضناها ونهضة ما استنهضناهاش. لا عشان ربنا يكرمنا بقى ويبقى في استقرار. قول بسرعة. ما انا قلت اهو. قول نهضة استنهضناها ونهضة ما استنهضناهاش، يلا بسرعة. نهضة استنهضناها ونهضة ما استنهضناهاش. لا كده ما استنهضناهاش. كده ما جمعتش. ممكن انا بقى. ايوه انا كنت عاوزك تعمل كده بالظبط. كنت هعملك. تصدق المنظر هنا جميل؟ مش احسن برضه؟ اه والله. بقول لك ايه، تعالى اطلع لي فوق وانا هوريك المنظر. اطلع لي وانا هوريك. برافو يا خالد الله. يا فكرتني بايام لما كان الواحد عنده بودي بيلدينج جامد. اطلع لي وانا هوريك. انا كنت عاوزك تعمل كده بالظبط. دلوقتي حضرتك يعني ايه رايك في الاحوال اللي حاصله دلوقتي؟ والله الاحوال مش تمام، مش كويسه ابدا يعني. ازاي يعني؟ مش مستقره، حتى الحاله في ركود. بالنسبه للاعمال كلها واقفه متعطله، ما تعرفش في ايه. انت مش عارف في ايه؟ معقوله؟ يعني هل يعني اسكندريه دلوقتي احسن من قبل كده ولا في ايه؟ لا والله بالعكس اطلاقا يعني. على العموم انا حاسس ان انت يعني منهك لما انا شلتك دلوقتي. فانت مش قادر تجمع كلامك. مش قادر تفهم. قول لي بقى، لو انت حد زعلك تقول لها انا ما طلعتلكيش، ممكن؟ لو حد بالنسبه لانسه يعني. لا انسه، لو واحده واقفاك كده لا انا ما طلعتلكيش. اكيد طبعا كده؟ انا ما طلعتش لحد. لا انا ما طلعتلكيش. ما طلعتلكيش. لا انا ما طلعتلكيش، بس بسرعه. انا ما طلعتلكيش. ايه؟ انا ما طلعتلكيش. ما طلعتلكيش. قول ما طلعتلكيش. ما طلعتلكيش. ما طلعتلكيش. فين دي؟ فين دي؟ ايه يا راجل؟
الحاج انت منين؟ من اسيوط. من اسيوط. ايه اللي جابك من اسيوط؟ ايه اللي جابك من اسيوط؟ جابنا اكل العيش. اكل عيش. انت بتاكل عيش هنا كويس؟ الاكل كويس؟ الحمد لله. اسيوط دلوقتي المسألة احنا عايزين اهم حاجه الامن والامان بس. الامن والامان. هل الامن ممكن يمشي مع الامان؟ يمشي مع بعضيه. والاثنين يظبطوهم مع بعض؟ لازم الاثنين يتظبطوا مع بعض. يتظبطوا مع بعض. ولو اتظبطوا مش ممكن يدخلوا الاسم؟ لا مش يدخلوا الاسم. الامن والامان بيامنوا الناس اللي حواليهم. مش ليه مش الامن والامان يتعصى على العمليه؟ ايه هو ايه يا راجل الامن والامان. يا عم انا والله العظيم بقى 10 سنين انا مخلص دبلوم مش قادر اتوظف. مش قادر. افرض الوظيفه دي هتلاقيها ولا ايه؟ قلت ليه؟ مين انت اللي بتقول؟ انت فين ها؟ انا دينا جنبك اهو. يا راجل حرام عليك والله العظيم. انت مش هنسال عليها يا راجل؟ ايه يا راجل مساء الخير. مساء النور. اسم حضرتك؟ محمد القاضي. بتشتغل يا استاذ محمد؟ بشتغل في مجال الاخشاب. طب انت شايف البلد رايحه على فين يا استاذ القاضي؟ والله بص حضرتك انا محدش عارف حاجه. الرؤيه معدمه ومعدومه، واقوى واحد عنده نظر لنظره 6/6 شرب مش شايف حاجه. اقوى واحد عنده نظر لنظره 6/6 شرب مش شايف حاجه. مش شايف حاجه برضه مش شايف حاجه خالص. انا ما طلعتلكيش. قوليها كده. انا ايه؟ انا ما طلعتلكيش. انا ما طلعتلكيش. طيب اوكي. لا يعني هي قاعده من هو احنا بنتكلم جد ولا ده هزار ولا ايه؟ يعني لا احنا بصي البرنامج بتاعنا بيدخل الجد في الهزار. ده حضرتك. لا لازم تقوليها. انا ما طلعتلكيش. هو البرنامج ده اسمه ايه؟ اسمه انا ما طلعتلكيش. انا ما طلعتلكيش. انا ما طلعتلكيش. قولي. انا ايه؟ هو احنا بنتكلم جد ولا؟ انا ما طلعتلكيش. هو البرنامج ده اسمه ايه؟ قولي يا لولو. انا ما طلعتلكيش. 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 انت انتخبت مين في الانتخابات؟ انتخبت الدكتور مرسي. ولو اعيدت الكره هتنتخب الدكتور مرسي؟ لا هقعد في البيت. مش هتنتخب حد؟ لا هقعد في البيت. انت جالك اكتئاب يعني؟ وممكن ما انتخبش. اكتئاب سياسي؟ هو اكتئاب من كل ناحيه، لان هو طبعا انا فوجئت ان ممكن ان انا كان عندي امال حاجات كتيره جدا مع الدكتور مرسي، وفوجئت ان هي بعد كده ما عادتش فارقه بينها وبين اللي قبل الدكتور مرسي. الله. فطبعا بالتاكيد جالي اكتئاب، لان توقعت او تخيلت، وكمان بقى عندي خيال غريب جدا ان ممكن اللي جاي يبقى كده برضه ونفضل في اللي احنا فيه. انت رحت استفتيت يا حاج؟ رحت. قلت ايه؟ والله انا قلت نعم الحاجه واحده. ايه هي؟ قلت عشان البلد تستقر. طب وحصل استقرار؟ ما حصلش استقرار، حصل بلاوي بعد ما قلنا نعم واستفدينا. ناس كتير قالت لا، قلت لهم يا جدعان قولوا نعم عشان البلد تستقر. انت بتحب الاستفتاء ده، يبقى استفتاء دوام كامل ولا نص دوام؟ لا انا عاوز يكون دوام كامل. دوام كامل؟ يعني تنزل من البلد من الصبح ترجع باخر النهار. انا كنت في التحرير، رحت لمناظر اساس الثوره جمعه الغضب، وانا اللي يمكن متصورت في التلفزيون والجريده انت رحت سبت الغضب؟ سبت الغضب ولا جمعه الغضب؟ لا جمعه الغضب. انا الوحيد قلت شفيق مش الزمناتي الهدف. قلنا دي راجل من الفنون ودي راجل طيب. يمكن هذا ايه الفنون دي؟ يعني الفنون اللي ما انت عارف اللي هم الفنون. الفنون ايوه. اقول لك انا الوزاره دي، الوزاره الاختلافيه، الوزاره اللي احنا حاليا فيه، انا ما شايفش وزير شايف مصالحه، ولا شايف وزير قال لك الراجل المناسب يجي يقعد في المكان المناسب. ليه مش الوزير حسب لك كفراوي؟ ما كفراوي رئيس الوزراء بتاعنا يقول بتاعت بني سويف ما غسلتش عشان خاطر فيها مكروب، وعشان ما مؤاخذه جوزها يطلع الشغل وهي تروح في البتنجان. هي بتروح في البتنجان؟ ايوه. هي بتروح في البتنجان؟ ايوه. هي بتروح في البتنجان؟ تروح في البتنجان. ده كله كلام رئيس الوزراء يقول الكلام ده عيب. انا عاوز رئيس يكون منفعل مع الشعب. الراجل قلت لك الراجل المناسب في المكان المناسب. ليه هو عبد حسب لك كفراوي غلط ووحش؟ يا راجل ولا كفراوي ولا كفراوي وحش يعني؟ يا عم صلى على النبي. لا حرام عليك. كفراوي من الناس اللي هم عملوا لك انت مثال غلدان. الكفراوي ده يعمل التنبيلات زمان. يعني هو موجود دلوقتي ولا فين؟ هو في حاجه اسمها كفراوي ده خلاص بقى اتخصص. يعني انت عارف كل حاجه. اتخصصت ومن ساعه ما اتخصصت
ما عندكش فكره عن طائر النهضه اللي نهض ده؟ هو تقريبا مش هو نهض عارف، ولا ما نهضش ولا ايه الحكايه؟ هو تقريبا يا اما طار وما رجعش، واخد بال حضرتك، طار بيه وما رجعش، يا اما ما اعرفش حد ذبحه واكله، مش عارف. مش عارف. هل طائر النهضه ده ما نهضش لسبب مثلا انه عنده مثلا، في ناس تقول لك ان هو عنده انفلونزا الخنازير، وفي ناس تقول لك عنده جنون البقر، وفي ناس ثالثه تقول لك لا السبب حمدين صباحي ربنا يورينا فيه يوم في شهر السنه نتف له ريشه. حمدين نتف ريشه. يا اخي يجيبوا حمدين صباحي في اي حاجه، ما اعرفش مش عارف ايه الحكايه. هل انت موافق على كده؟ لا، هو طبعا انا مش موافق على حاجتين. لا حمدين ولا النظام السابق. طالما ان انا استلمت ما ينفعش ان انا يبقى عندي شماعتين جاهزين، يا حمدين وجبهه الانقاذ يا فلول. لا ينفع كده خلاص، ما عادش ينفع. مش كل معارض يبقى وحش، ومش كل اللي كانوا موجودين مع النظام اللي قبل كده كانوا سيئين. انت ايه رايك؟ انت اسمك ايه؟ نيفين. ايه رايك يا نيفين؟ انت شايفه الحاله اللي احنا فيها ايه؟ البلد رايحه على فين؟ ها؟ البلد رايحه على فين يا نيفين؟ معرفش. ليه؟ عشان مش كبيرة. انت انتخبت مين؟ الأول نص وبعدين شفيق. انت فلول؟ انت من الفلول؟ ايه؟ انت من الفلول؟ لا. شكلك من الفلول؟ لا. بتاكلي الصبح ايه، فلول؟ لا. ولا فلول ولا طعميه؟ لا. خالص؟ تعرف ايه عن النخبه؟ ايه النخبه اللي هي؟ النخبه اللي بتنخب سياسيه ولا النخبه اللي هي؟ بس قول لي. مش انت بتسمع دايما يقول لك النخبه النخبه بتنخب في بعضيها. بتنخب في بعضيها. كل واحد لا مؤاخذه له نخبه. بينخب كل واحد بينخر. انت هتنخب ولا لا؟ لا ان شاء الله ربنا اللي ينخبهم كلهم. طب انت ايه رايك في القله المندسه اللي بتندس؟ القله المندسه ديت في حد يقول لك عليها، هو هيقول لك القله المندسه دي بلطجيه. لا اللي بيندسوا ما فيش اصل من دسوا، هيجينا واحد اسرائيلي يدس وصينا. يعني انت اتدسيت قبل كده؟ انا ما عمري ما اتدس. انت اتدسيت؟ لا ما اتدسيت يا راجل شكلك اتدسيت. لا والله بعمري ما اتدس ابدا. طب انت ما اتدسيتش؟ لا. طب انت مش لازم تخلي تجهز لاولادك علشان في الفتره الجايه دي كلها، الفتره الجايه دي لازم تجهز ولادك للاندساس. جاهز، عمري ما اخلي عليه. انا العيال عندي 3 صناعيه واقف حالهم في البيت قاعدين قلت الشغل وقفوا حالهم، والله واقف حالهم بوعدي. ربنا يعمل يصلح الاحوال ان شاء الله. ربنا ان شاء الله يصلح الاحوال وياخذ الوحش. يعني تقصد مين انت؟ ربنا يولي من يصلح ياخذ. بقصد اي انسان وحش مش مصلحه، ما يعملش حاجه بمصلحه البلد. طب والزباله عندك كترت؟ الزباله والله ده بيجي البشر كلها زباله. يا راجل ده زباله. النهارده بنام فيها الكلاب والقطط والفيران والتعابين، واخد بالك انت؟ بتطلع تعابين مش زباله والله وعجارب. يبقى هنا السكوبولس التراكمي هو الحل. التراكمي متركم يا مخرب الدنيا. التراكمي عمري ما اتدس. تنخب في بعضيها. دسيت قبل كده؟ التراكمي متركم يا مخرب الدنيا. السكوبولس التراكمي؟ السكوبولس التراكمي. السكوبولس التراكمي. السكوبولس التراكمي. احنا خلينا نتكلم في الصحيح. ما هو ده السكوبولس التراكمي، هو ده السبب في بلاء. لا. بص اقول لك حاجه، مش بيقول لك ايه شر البليه ما يضحك؟ ايوه شر البليه. احنا عايزين بقى في البرنامج ده احنا نتكلم عن بلاوينا ونضحك شويه. هنعمل ايه يعني؟ والله حاجه ما تضحكش. ما باليد حيله. ما حاجه ما تضحكش. يا معلم اقصد تصحى عيالك تطلع الشغل الصبح ما تلاقيش شغل، كل عيل متجوز. طب انت بتتفاعل مع قرارات اللي بتحصل السياسيه؟ انا اتفاعلت. اتفاعلت مع قرارات؟ يا عم ابدا المصاريف تتقطع. قول ايه بقى كلمه اخيره كده للناس؟ انا بس لو حبيت اقول للي موجودين في الحكم حاجه، الحته الاخرانيه دي. مصر مش كلها لابد ان هي تكون اخوان، مش ضروري تكون كلها سلفيين، كل واحد ورايه، واللي مخالفك في الراي مش ضدك، ده معاك، ده مصري، ده بيحبك، ده بيحب المصري. بالعكس كمان اللي كانوا مع الرئيس السابق يعني او الرئيس المخلوع نفسه مش مشكله يعني، هيجي وقت وبيحبوا البلد دي وعايزين ان هي تقوم وعايزين ده مصلحتهم، ده موجودين هنا، ده موجودين هنا. ده كلام جميل يا حبيبي. فحته بلاش التقسيم يعني، بلاش التقسيم، ده اخطر شيء على مصر التقسيم. على العموم ده كلام جميل جدا ومحترم، بس هيسمعوك هيصدقوك؟ بيتهيألي كان غيرك اشطر كده. ما اعرفش، بس هي كمان في مشكله حاجه عندهم ثانيه برضه، ان هم ما عندهمش يعني في مشكله في الاخوان لابد ان هي تتعالج، لابد الاخوان والسلفيين. هو اعتقد ان عندهم زمايهر، لان هم بنقول لهم حاجه وما بينسوها وبيقولوش زمايهر اللي هو بيجي قبل الزهايمر.
والله هو بص حضرتك، هو انا الزهايمر او الزهايمر حضرتك بتقول عليه ان هو بيسمع وبيقول، لكن ده ما بيسمعش اصلا، ده مفيش سمع، ده مفيش سمع، نفس الاسلوب اللي كان موجود عند حسني مبارك، مفيش سمع، محدش بيسمع. اسم حضرتك ايه؟ محمود حسن الصعيدي من سوهاج. يعني صعيدي، اسمك صعيدي ومن الصعيد؟ ومن الصعيد. طب ده مش يعمل تماس في الكهرباء ولا حاجه؟ لا يا باشا خالص. وبعدين قريه نجوع الصوامع كمان مسمعه. نجوع الصوامع؟ اظن الصوامع مليانه عندكم، مليانه كل حاجه. قمح بقى بسم الله ما شاء الله. مش كده؟ القمح السنه دي بسم الله ما شاء الله. القمح الليله الليله بتشتغل ايه بقى؟ اديك شايفني بياع على البحر. بتبيع فوط والكلام ده؟ طب ليه ما بتجيبش فوط معاك؟ ما هو امال ايه هو ده؟ دي فوط؟ امال هو يهمني السؤال يعني. انا قلت انت بتبيع تلاقيك فوط ولا حاجه. لا فوط حضرتك. بتبيع فوط؟ طب ليه ما بتحاولش تغير بقى وتبيع فوط؟ والله ما هو بتبيع فوط؟ امال هنبيع ايه؟ يا ابن الايه؟ والله ده انت عارف ان انت اخترت الفوط ده، اختيار ده احسن عشان الحاجه الحلوه يعني. بس انا بقترح عليك بقى انك تبيع ايه؟ نبيع بما يرضي الله. لا تبيع فوط. تبيع فوط احسن من الفوط اللي انت بتبيعها دي. امال الفوط ايه تاني؟ تبيع فوط غير الفوط اللي انت بتفوتها. طب عايز ايه طيب؟ انت هتفوت عليك يا اخي، ما تفوتش على نفسك يعني. ما تفوتش على نفسك انت يا راجل وبيع فوط، كل يوم تبيع فوط، ما تغير. بيع ايه يعني؟ الناس بتشتري فوط. الحمد لله. يعني انت الرزق ماشي في ايدك. الحمد لله. ومبشبشه معاك. الحمد لله. طب ايه رايك في النهضه؟ النهضه نهضت ولا لسه؟ لا لسه. فين؟ في المحله. في الصعيد نهضت ولا لا؟ النهضه؟ لا ما نهضتش لسه. طب ليه الناس تقول لك طائر النهضه ماله؟ ايه اللي حصل له؟ مش عارف. مش عارف. من مين؟ منكم انتوا. من مين اللي عمل ايه؟ ايه اللي عمل؟ فين؟ ما انا قلت لك اهو. ايه؟ طب انت ايه رايك في الاحوال اللي حاصله في البلد؟ والله الاحوال ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. متفائلين خير يعني. باذن الله. بس الاسعار اللي طفشت. ما تفائل خير يا حبيبي. تفائل خير. الاسعار احنا نصبر على الرئيس شويه ويمكن ربنا ايوه ندوه الفرصه. ايوه ندوه، لان احنا نقعد نقول علينا يقعد سنه ويعمل لك. يا عم ما نصبروا. وبعدين مش الحمد لله والله البلد كلها خير. مش كده؟ بس الناس ما حمداش ربنا. ايوه ده اللي مهم جدا. انت احمدوه. مش الحمد لله؟ والله الحمد لله على الصحه والعافيه. يبقى ليه الناس عامله لك قلق وتقول لك عامله قلق تقول الرئيس. طب ما يصبر على الرئيس شويه. يصبر على الرئيس شويه صح؟ طب مش انت صابر على الرئيس؟ انا صابر وربنا يدينا. خليك صابر. اديني صابر لما اسمك ايه؟ محمود. اصبر يا صابر لغايه ما تطق. تفاعلت تفاعل تراكمي ولا تفاعل؟ يا راجل ايه يا راجل. انا بكلمك على الاوضاع اللي احنا ماشيين فيها. ربنا يخلي يعني. والله يا ربي اللي ما كان لا مؤاخذه يبعت ناس، هو يبعت حاجه من عنده كده تمشي البلد، لكن لا مؤاخذه لا وزير نافع ولا رئيس وزراء نافع ولا لا مؤاخذه الحكومه. عاوزين حكومه ائتلافيه. مش المفروض يبقى في حكومه اختلافيه؟ اختلافيه يعني تختلف مع بعض. ما تختلف ايه؟ حرام عليك، احسن رئيس جمهوريه الرئيس بتاعنا على الطلاق محسن. اقسم بالله العظيم احسن رئيس، وما حد مبوظ غير الاعلاميين هم اللي مبوظين الدنيا، وبتوع التحرير هم اللي مبوظين الدنيا، واللي قاعدين عند الاتحاديه هم اللي مبوظين الدنيا، ورئيسنا مش هتشوف منه يوم زي سيبك من الكلام ده كله. سيبك من الكلام ده كله. والله العظيم والله العظيم كل اي واحد قال جمع منافق. برطمان اتبرطمناه وبرطمان ما اتبرطمناش بيه. ايه؟ تاني برطمان اتبرطمناه. قولي كده. برطمان برطمنانه. اتبرطمناه. لا يلا قول يا سيدي. برطمان اتبرطمناه. لا ايه ده، انت ما عندكيش برطمانات في البيت ولا؟ لا عندي. لا قولي السين قبل الصاد فتمشي صح. برطمان اتبرطمناه. لا الصاد كده قبل السين غلط. ايه قول لي تاني. برطمان اتبرطمناه وبرطمان ما اتبرطمناش بيه. برطمان اتبرطمناه وبرطمان ما اتبرطمناش بيه. انت بتبرطمي جامد. ما انا بقول كده.